انت عمرك قست السكر في دمك ولقيته عالي رغم انك حرفيا ما اكلتش السكر؟ ملتزم في نظام اكلك واكلك شكله مثالي ورغم كده لما بتقيس السكر بيطلع عالي؟ لو ده بيحصل معاك فاسمح لي اقولك ان المشكله مش في السكر اللي بتاكله، المشكله في جسمك نفسه. تابع معايا الفيديو للاخر لان الفيديو ده ممكن يغير فهمك خالص لسكر الدم. كتير بتسأل في العيادة يا دكتور أنا ليه سكري بيعلى؟ رغم إن أنا ما أكلتش سكريات، ما أكلتش حلويات وملتزم جدا في نظام الأكل. الحقيقة إن إجابة السؤال ده مش بسيطة، مش لازم تاكل سكر عشان سكر الدم يعلى. في الفيديو ده هقولك على 4 أسباب علمية بتخلي سكر دمك يعلى حتى لو ما أكلتش سكريات وما أكلتش حلويات، وحتى لو أكلك شكله مثالي وملتزم على نظام الأكل. اول سبب وده ناس كتير مش واخده بالها منه ان مش لازم تاكل سكر عشان سكرك يعلى. اي نشويات بتاكلها حتى لو نشويات صحيه الجسم بيكسرها ويحولها في الاخر لجلوكوز وبتدخل الدم وبترفع سكر الدم. يعني حتى العيش الاسمر، الرز البني، الفاكهه بكميات كبيره كلها بتتحول في الاخر لجلوكوز وبتدخل دمك وبترفع سكر الدم. يعني ارتفاع سكر الدم مش مرتبط بالسكر الابيض بس، ده مرتبط بالكربوهيدرات كلها. طبعا النشويات الصحيه زي الخبز الاسمر والرز البني احسن بكتير من السكر الابيض، ده عشان هي حتى لو بترفع سكر الدم فهي بترفع سكر الدم ببطء، وده بيدي فرصه لجسمك احسن وفرصه للبنكرياس انه يفرز انسولين وينزل كميه السكر دهيت. بس ده ما يمنعش ان احنا لو اكلناها بكميه كبيره حتى لو صحيه هترفع سكر الدم برضه. السبب الثاني وده السبب الاخطر اللي هو مقاومه الانسولين. الانسولين في جسمنا هو المفتاح اللي بيفتح الخلايا عشان يدخل فيها السكر. تخيل كده لو الخلايا بتاعت جسمك مش بتستجيب كويس للانسولين، نتيجة لكده الجلوكوز هيفضل يعلى في الدم من غير ما الخلايا تكون قادرة ان هي تاخده. وده هيحصل حتى لو اكلت وجبة مثالية والتزمت بالنظام الغذائي بتاعك المظبوط، لان المشكلة هنا مش في السكر اللي انت بتاكله، المشكلة في استجابة خلاياك للانسولين. لو انت مش عارف فدول ابرز 4 علامات ممكن يقولوا لك انك عندك مقاومة انسولين. اول حاجة بتجوع بسرعة بعد الاكل، زيادة الوزن وخصوصا في منطقة الوسط اللي هو الكرش، بعد الأكل على طول بتحس إنك عايز تنام ومش قادر تعمل أي مجهود، سكرك بيعلى حتى لو أكلت كمية أكل صغيرة، وده يخلي ناس كتير بتقول ده أنا ما أكلتش حاجة، ده أنا واكل طبق سلطة، ورغم كده سكره بيطلع عالي. لأن زي ما قلت لك المشكلة مش في الأكل اللي بتاكله، المشكلة في استجابة الخلايا بتاعتك للسكر. طبعا موضوع مقاومة الانسولين موضوع كبير ومحتاج ان احنا نتكلم عليه في حلقة لوحده. لو حابب ان احنا نعمل حلقة نتكلم فيها عن مقاومة الانسولين يا ريت تكتب لنا تحت في الكومنتات. وطالما وصلت معانا لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناة. ثالث حاجة التوتر والضغط العصبي. لو انت متوتر او قلقان، نومك مش منتظم او في ضغط شغل كبير، كل ده بيخلي الجسم يفرز مجموعة هرمونات اهمهم هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول مهمته انه يزود السكر في الدم. ليه؟ لان الجسم بيفتكر انك في حالة خطر ومحتاج طاقة اكبر، ودي واحدة من اكتر الاسباب اللي بترفع السكر في الدم. رابع حاجة الكبد. ربنا مدي الكبد قدرة ان هو يصنع الجلوكوز من البروتين او من الدهون، وربنا مدي الكبد القدره ديت عشان لو اتعرضت لحالات انك هتصوم لفترات طويله فيفضل مستوى سكرك في الدم كويس وما ينزلش. المشكله تبدا تظهر لما يكون في لخبطه هرمونات او في مقاومه انسولين، ساعتها الجسم بيفتح مصنع السكر ويبدا يطلع السكر بكميات كبيره في الدم. وده سبب ظاهره منتشره كتير عند مرضى السكر اسمها ظاهره الفجر، ان السكر بيعلى وهم نايمين من غير ما يكونوا اكلوا اي حاجه خالص. اخر حاجه في شويه اخطاء بسيطه ممكن تكون انت بتعملها وانت مش حاسس، زي شرب العصير حتى لو طبيعي بيرفع السكر في الدم، الفاكهة الكتير بعد الوجبات بترفع السكر في الدم. طبعا الفاكهة مهمة ومليانة فيتامينات ومعادن ومهمة لمريض السكر، لكن أكل الفاكهة لازم يكون باعتدال، أكل الفاكهة بكميات كبيرة هيرفع سكر الدم. القهوة على معدة فاضية ممكن ترفع سكر الدم. طب إزاي نتجنب ارتفاع السكر في الدم؟ في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في شوية خطوات بسيطة ممكن تعملها عشان تتجنب بيها ارتفاع السكر بعد الأكل. باختصار كده سكر الدم مش بيعتمد على السكر اللي انت بتاكله وبس، في عوامل كتير تانية بتتحكم في سكر الدم زي الهرمونات والكبد ومقاومة الانسولين. وفي الاخر لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمله مشاركة مع حد ممكن يكون محتاج المعلومة دهيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.